قبل ما اقولك السبب في مشكلتك انك بتنسى الكلام الانجليزي اللي بتتعلمه بسرعه، ايوه ما انا عارفه دي واحده من اكتر المشاكل اللي بتقابل الطلبه بتاعتي، وعلى فكره ده طبيعي جدا. بس خليني اقولك ان هنا المشكله مش فيك، المشكله في الطريقه اللي انت بتتعلم بيها. طيب ايه المشكله في الطريقه؟ عد ورايا يا سيدي. اولا التكرار مش كفايه، لو حفظت الكلمه مره او مرتين وما استخدمتهاش فاحتمال كبير جدا انك تنساها. 2 غياب السياق، لما تحفظ كلمات من غير ما تحطها في موقف او في جمله هتلاقي نفسك بتنساها بسرعه برضو. 3 قله الممارسه، التعلم من غير تطبيق عملي زي الكتابه، الاستماع، التحدث بيخلي الكلمات تهرب من دماغك. طب يا ستي والحل ايه؟ 1 اربط الكلمات بمواقف او صور، لما تحفظ كلمه جديده اربطها بموقف حصل لك او صوره في خيالك عشان تقوي ذاكرتك. 2 استخدم طريقه التشانس، اتعلم الجمل جاهزه بدل الكلمات منفرده. زي ما اعطيتك مثال قبل كده نايس تو ميت يو على بعضها، ما احفظ نايس بس، احفظ الجمله كامله نايس تو ميت يو. 3 اتكلم وطبق، كل ما تتعلم حاجه جديده حاول تستخدمها في محادثه او تحطها في جمله حتى لو غلط، مش مهم خالص، المهم دلوقتي انك تتعود. 4 اسمع كتير، كل ما تسمع اكتر عقلك هيبدا يربط الكلمات ببعض وهيتعود عليها اسرع. وعايزه اقول لك ان مش المهم هنا انك تحفظ كميه كبيره بسرعه، المهم انك تراجع وتطبق باستمرار، وافتكر ان اللغه زي العضله كل ما تمرنها كل ما تبقى اقوى. وما تنساش مع كل ده انك تتابعني وتشارك الفيديو مع اي حد عارف ان هو بيعاني مع نفس المشكله، وخلينا نساعد بعض نحقق هدفنا في الانجليزي.